صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ رجعت لكم وان شاء الله راجعه لكم وانا كل النشاط وحيويه كده. تعالوا بسم الله كده نبدا مع بعض، ونبدا في اول فيديو بعد غياب طويل كده هنعمل روتين حلو. بصوا على السريع، عارفين انتوا اللي هو هديكوا باور لحد ما بسيط، وكمان هنقعد نتكلم كده شويه مع بعض. يلا بينا نبدا مع بعض ونشوف الفيديو بتاعنا هنبتدي ازاي. اول حاجه كده انا يعني لسه رايحه بقى الشقه وكده، فاللي هو رايحة وانا عايزة ابص يعني اقلب الشقة دي بجد. يعني حاسة ان انا محتاجة ان انا اظبط كل حاجة في الشقة. فالحمد لله على كل حال. الفترة اللي فاتت كان عندي شوية حاجات بخلصهم، زي مثلا الفلتر، السباك، السخان، معرفش ايه، تصليح مش عارفة ايه، يعني كانت تصليحات كتير قوي. المهم قلت بقى ادخل كده المطبخ واعمل غدا مع بعض كده. وكان يعني بعد الظهر نضفت الرخامة الأول بالكوركس الجل ده. أنا أول مرة أجيبه بس بجد عجبني جدا، وريحة كلور فيه، بس مش اللي هي ريحة تقفلك صدرك، لا ده يعني ريحة كلور وتعقيم بس خفيفة، فاهمين انتوا؟ فحلو. لو انا هجربه، انا لسه اول تجربتي ليه، فانا لو انا هجيبه بعد كده فباذن الله ناوي اجيبه. بس عموما حاسه الازازه هتفضل معايا وقت طويل جدا. فانا عقمت كده بالرخامه وشلت اي تراب عليها، والحيطه برضو بتاعت الرخامه. واقول لكم كده حاجه حصلت معايا في الرخامه. يعني الرخامه الحمد لله بفضل الله انا قدرت اظبطها، بس للاسف هي اتفلقت نصين. فطبعا ده كانت صدمه بالنسبه لي، بس الحمد لله على كل حال طبعا. فدلوقتي بقت عندي نص رخامه ونص التانية رخامه يعني. يلا الحمد لله. المهم اهم من اهم من الشغل تظبيط الشغل. بمعنى ان انا هشتغل في البيت، فلازم اتغدى او افطر حاجه حلوه. فطبعا يعني ايه، فاطمه علي تفطر ايه حلو او تتغدى ايه حلو؟ اكيد فسيخ يعني، فاطمه فسيخ معروفه يعني. فالمهم حسيت ان انا محتاجه اكل فسيخ، فيلا بينا على الفريزر طلعت لي فسيخيه كده، وقطعت جنبها بقى بصل. وبصوا بقى انا عملت ايه، جبت 7 اب وحطيت عليه شريحه ليمون والشريحتين من الكيوي. بصوا بقى الجريمه اللي انا عملتها، معرفش انا عملت كده ازاي، بس كان طعمه لذيذ جدا. عملت فسيخ بالكيوي، معرفش ازاي، بس كان حسيته حاجه مختلفه. مش اللي هي الواو، بس حاجه مختلفه حلوه. يعني ممكن اجربها تاني بعد كده. كيوي كده مع الفسيخ كان لدعة الفسيخ مع مزازة الكيوي. يعني تحسي كده في حاجة يعني غريبة. بس تمام، جربوه مش هتخسروا حاجة ابدا. بصوا بقى كمان هنا عملت شيبسي وسخنت العيش وبس، ده خلاص اتغديت والحمد لله. وشربت الشاي بتاعي، شاي طبعا بالنعناع. واخدت يعني شوية كده كوستن للراحة بتاع مثلا 15 دقايق. وقمت بقى قلت يلا استعد للمعركة. هنا انا بقى ايه، طبعا لازم انا انضف التلاجة، فلازم اجيب لها مفارش. المفارش دي هتلاقوها في جروب موكا ستور، هتحط لكم اللينك ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس. المفارش دي حلوة جدا وعملية ومش بتتزحلق وشكلها تحفة. تحسوها ورق كده بس هي خامتها حلوة قوي ووتر بروف، يعني حاجة جميلة جدا بصراحة. المهم انا عقمت التلاجة بايه، عقمتها بالخل. معروفة يعني لازم تعقيم تعقيم التلاجة بالخل. بحط كده فوطة وشوية خل ومية وبعقم بيها التلاجة وبمسحها، وبتديني لمعة وريحة حلوة قوي. طيب رصيت المفارش زي ما انتم شايفين كده، بيبقوا 4 مفارش مع بعض. هحط لكم لينك الجروب ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس. وهنا المنظمات اللي انا ما اقدرش اعيش من غيرها حرفيا، يعني يستاهل نوبل اللي عمل ايه، اللي اخترع المنظمات دي. بجد مسهل علينا كتير جدا ومنظمه لنا الدنيا في التلاجة وفي الارفف وفي كل حاجه يعني. بجد اللي لسه بيفكر ان هو يجيب الارفف، عمليه جدا جدا مش بتبوظ الخضار ابدا. هاتوها وعلى ضمانتي. هتلاقوها برضو كان جايباها من جروب مكسر، هتلاقوا اللينك في ديسكريبشن بوكس. طيب هنا انا عندي منظمات اشكال والوان، يعني طبعا لازم يعني عارفين انتوا لازم تغيري وتجددي. بس بصراحه انا لحد الان ما جددتش خالص في المنظمات، لانها بصراحه عمليه قوي معايا، ومش حاسه ان هي في حاجه طلعت مختلفه عنها. فاهمين انتوا ازاي؟ يعني هياها، فليه اجدد؟ ما انا عندي الحاجه وزي الفل. في حاجات حاليا احنا بقينا نستغنى عن حاجات المفروض ان هي كانت يعني رفاهيات، فالمفروض دلوقتي احنا نستغنى عنها في ظل بقى الاسعار والحاجات اللي احنا عايشين فيها دي. لكن في حاجات الواحد ما يقدرش يستغنى عنها. بس انا بالنسبه لي الحمد لله انا جبتهم في الرخص. يعني
يعني الحمد لله. فهنا بقى جبت الخضار بقى بتاع الاسبوع، يعني غالبا اسبوع او 10 ايام ممكن، لان يعني مفيش حد معايا، يعني الخضار مش بيتسحب قوي. وكمان بنتي لسه صغيره مش بتاكل، فاللي هو عارفين انتوا جايبه حاجات كميات بسيطه خالص، فالحمد لله على كل حال. هنا بقى جبت طماطم وخيار وليمون، يعني عارفين انتوا من كل حاجه كده كيلو وخلاص. هنا بقى المنظم ده تحفه، هو اسمها حله ميكرويف، بس انا مش حاساها حله ميكرويف خالص. ده حاجه كده فنيه، هي تركي برضو، كانت تلاقوها في جروب موكا ستور. هحطلكوا برضو كنت اللينك بتاع الجروب في الديسكريبشن بوكس. الحله دي حطيت فيها، او البوله دي حطيت فيها التفاح وغطيته وحطيته في الفريزر، ما حصلوش اي حاجه. بالمناسبه تعالى اقول لكم اسعار الخضار. الطماطم الكيلو ونص ب10 او ب6 غالبا. الخيار الكيلو ب12. الجزر الكيلو ونص ب10. الاستفندي او اليوسفي ب12 جنيه. التفاح ب30. الكيوي ب30 برضو. الايه تاني، الليمون كيلو ب20 او او كيلو ب20 غالبا، وتقدري تفصلي فيه، ممكن تيجي وصلي ل15 مثلا. ايه تاني، الكوسة بكيلو ربع ب10. بس هي دي الاسعار. الفلفل ب15 جنيه. فهي دي الاسعار يعني بتاعت السوق في وقتنا هذا. طيب هنا برضو شويه معلبات خفيفه خالص وبسيطه، مش هنأفور بقى ونجيب بقى صويا صوص ودبس رمان ومعرفش ايه والحاجات دي. لا، احنا هنجيب حاجات، بس حاجات انا بالنسبه لي دي حاجات اساسيه، زي مثلا الكاتشب، المستردة، المايونيز. بس عموما حتى مايونيز مستردة هيفضلوا عندي فتره طويله، ممكن الكاتشب اللي يتسحب شويه. فصلصه، حلاوه طحينيه، مربى، جبنه. بس يعني مش هنجيب اكتر من كده. يعني نحاول ان احنا نقتصد شويه، ونحاول ان احنا نجيب حاجات اساسيه وضروريه. مش مثلا نروح بقى نجيب صوصات مش عارفه ب 200 300 جنيه وملهاش اي ستيل لازمه. يعني انا بشوفش بصراحه ان الصوصات بتاعت صويا صوص ودبس رمان بتزود حاجة للأكل. يعني فاهمين انتوا الحاجات برضو، الملح والفلفل الأسود مفيش أحسن منهم بأمانة والله، يعني دي نصيحة بجد. فهنا برضو السمنة. بصوا أنا كنت جايبة سمنة كيسة وسمنة علبة، فقلت لا هركن العلبة شوية وهستخدم الكيسة، فطبعا فضيتها في علبة عشان تبقى سهلة عليا، لأن الأكياس مبحبهاش أبدا. فحطيتها كده في التلاجة، فضيتها في علبة حطيتها في التلاجة. وهنا كان عندي بقى المنظمات بتاعة البقوليات، قلت خلاص بكرة إن شاء الله نعمل مع بعض، نعبي مع بعض البقوليات واقول لكم اسعارها باذن الله. فقلت اغسلهم بالمره. وهنا حطيتهم كده على المنشفه بتاعه المواعين. منشفه المواعين جايباها من جروب موكا ستور، هحط لكم برده اللينك في الديسكريبشن بوكس. تقريبا النهارده كان الفيديو برعايه موكا ستور. الجروب فيه حاجات تحفه يا جماعه، واسعارها حرفيا لسه بسعر، يعني بسعر الجمله، واقل من سعر الجمله كمان. لازم تروحوا الجروب وتشوفوا كل الحاجات اللي فيه، حاجات تحفة قوي. طبعا بعد ما خلصت الاطباق بقى اللي انا غسلتها ونضفت الرخامه، قلت بقى اخد قسط من الراحه برضو. حطيت كده كيوي وتفاح ويوسفي، ويلا بسم الله. كده الفيديو بتاعنا خلص، هنروح ناكل بقى اليوسفي. وكده الفيديو بتاعنا خلص، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. يا رب كنت ضيفه خفيفه على قلبكم كده النهارده، معلش عن الزكام اللي عندي ده، بس خير الحمد لله. اشوفكم على خير في رعايه الله، مع الف سلامه.